السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله معانا طريقة عمل الرز البسمتي الأصفر اللي عملت معانا مليون مشاهدة على قناتنا. تعالوا نشوف مع بعض إزاي هنعمل الرز البسمتي بالشكل والطعم المميز الخطير، أحلى من رز المحلات. النهاردة إن شاء الله هقول لكم كل أسرار الرز البسمتي، إزاي تعمليه ويطلع معاكي حبة بحبة، إزاي تاخدي نتيجة مضمونة وتاخدي لون مميز وتاخدي طعم جميل جدا. تعالى اقولك معايا كده نعمل الرز البسمتي ويطلع معاكي مفلفل كده وجميل. الرز البسمتي علشان تعمليه ليه مقادير معينة، ما تسمعيش اللي يقولك حطي لكل كوباية رز بسمتي كوبايتين من المية، لان الرز البسمتي بيختلف. اولا الرز البسمتي انواع كتير، اللي مشهور منها في السوق عندنا في السوق في مصر بيكون نوعين: رز بسمتي اللي هي حبة رفيعة اسمه رز بسمتي هندي، تمام، وفي رز بسمتي اللي هو الذهبي اللي هي الحبة بتاعته بتكون صفرة شوية كده وتكون تخينة حبة. اللي احنا هنعمله النهاردة هو الرز الذهبي اللي هي الحبة بتاعته بتكون صفرة وتكون جامدة شوية، تمام. بياخد معايا ميه معقوله برضو مش كتير. انما الرز البسمتي اللي هو حبه طويله ورفيعه بياخد ميه اقل. وهقولك على التركات: جبت حله على النار، ضفت فيها معلقتين من الزيت ونزلت عليها ببصله متقطعه برنواس صغيره. في بهارات كبسة بتتباع عند العطار وبتتباع في السوبر ماركت، قدرت تجيبيها خير، ما قدرتش تجيبيها يبقى هتجيبي الحاجات اللي هقولك عليها. معايا على طرف المعلقة حاجة بسيطة جدا من بودرة الزعفران، ومعايا برضو ربع معلقة من الكاري، ومعايا نص معلقة من معلقة الشاي الصغيرة من الكركم. حلو الكلام. ومعانا 3 فصوص من الحبهان و3 فصوص من القرنفل، ومعايا 3 ورقات لوري. انا دايما احط مثلا لو 3 يبقوا 3 من كله، 5 مثلا 5 من كله، علشان تبقي بتعديهم كده وتطلعيهم وانت بتعملي. معايا واحدة لومي، تمام. ومعانا هنا المفروض احط قرفة خشب. لو انا ما بحبش قرفة خشب او مش متوفرة عندي، عادي جدا ان انا استخدم ربع معلقة من القرفة المطحونة الناعمة، تمام. مش بتحبي القرفة ما تستخدميهاش، مش مشكلة. لكن طالع دلوقتي بهارات الكبسة موجودة عند العطار، هتبدأي تجيبيها وتستخدميها. مش متوفر عندك كل ده، انا بجيب البهارات دي بتكون عندي وببدأ استخدمها. حلو الكلام. بعد كده هبدأ اقلب كل الحاجات اللي انتوا شايفينها كده. بدأت بقى اللون بدأ بتاع الزعفران يبان. طيب انا ما عنديش بودرة زعفران وما عنديش برضو كركم او كاري، خليكي معايا وانا هقولك ايه هو السر برضو اللي ممكن تعملي بيه الرز البسمتي ويطلع معاكي لونه اصفر وجميل جدا. انا جبت هنا معاكو كوبايتين من الرز، كوبايتين ونص، هو نص كيلو من الرز. كان عندي نص كيلو رز كده، تمام. عمل معايا كوبايتين بالكوب المعياري، عمل معايا كوبايتين ونص، تمام. علشان نعمل الرز البسمتي، ناس كتيرة تقولك ان انا بغسله وبنقعه. في حاجة تانية انا برضو بحطها هنا، بحط معاكي مكعب مرق. عندك مرقة فورية اللي هي بودر، حطي برضو مفيش اي مشكلة. بعد كده يا ست الكل هنبدأ مع بعض كده ندوب المرقة الفورية. وبالنسبة للرز، الرز انا بغسله بمية تكون يعني ايه مش سخنة ومش باردة، حاجة مية تكون دافية كده، تمام. وتبدأي تغسلي الرز بتاعك. كان عندي برضو اللي هي 7 بهارات، حطيت رشة كده بسيطة، تمام. مش موجودة عندك مفيش اي مشكلة، عادي جدا ما تحطيش. وهبدأ كده معاك، وغسلت الرز بمية دافية زي ما بقولك كده. عايزة تغسليه بمية سخنة بس ما تنقعهوش، يعني انا بغسله بمية سخنة او دافية بس مش بنقعه، بغسله كده زي ما هو في المصفى، تمام. وابدأ كده اصفيه وابدأ احطه على الخلطة اللي انا عاملاها. انما انا الرز ما ينفعش ان انا انقعه واسيبه، هيعجن معاك والله، صدقي مني، صدقيني بجد والله هيعجن منك ومش هيبقى حلو. عايزاه حبة حبة زي ما شفتيه كده في الفيديو، يعني هتلاقيه كده ايه واحدة واحدة. ازاي بقى يظبط معاكي ويطلع الرز واحدة واحدة؟ تعالى اقولك ايه هي كمية المية المظبوطة اللي هتبدأي تضيفيها للرز بتاعي.
في الاول انا شوحته كده تمام زي ما انتم شايفين، شوحته مع البهارات، بس طبعا اللي هو مش تشوحيه، انا يمكن هنا يعني انا ما خدش وقت معايا، انا يا دوب بس غلفت الرزايه علشان كل الرز ياخد نفس اللون. تمام، انما انا يعني ما سبتهوش كتير على النار، ما فيش دقيقتين ثلاثه كده تقليب، وكنت الميه اللي انا بضيفها بزيده بميه مغليه، يعني ما تبقاش ميه بارده، لا تكون ميه غلياها كده. وخصوصا يعني بنبه عليكي الرز اللي هو بتكون الحبه بتاعته صفرة شويه، اللي هو الرز الذهبي. تمام. انما الرز البسمتي اللي بتبقى الحبه بتاعته رفيعه شويه، لا ممكن عادي ميه عاديه. يبقى انا ضفت هنا 4 كوبايات من الميه، 4 كوبايات. الشويه اللي انا ضفتهم في الاخر دول لان انا الكوبايات ما كانتش مليانه معايا قوي. تمام. يبقى انا ضفت 4 كوبايات، ال4 كوبايات دول انا ضفتهم، كل كوبايه هتاخد كوبايه ونص من الميه. بالنسبة للملح احنا طبعا حاطين مكعب مرقة، فهستنى لغاية ما المية تغلي معايا. بمجرد ما بيغلي الرز كده هتبدأي تدوقي الملح بتاعك، لو مظبوط تمام، مش مظبوط هتبدأي تظبطي الملح بتاعك. انا طبعا هنا كنت ضفت حوالي نص معلقة من الملح. هقلب واسيبه 10 دقايق، بمجرد ما بيغلي كده بهدي عليه النار واسيبه. تعالى اقولك بقى على البديل بتاع بودرة الزعفران والكركم والكاري، وهو لون الطعام الصحي اللي هو اللون الاصفر. هتحطي كده منه بعد ما تزيدي المية، هتبداي تحطي نقطتين 3 وتشوفي درجة اللون اللي انتي محتاجاها. لو حسيتي ان اللون ظبط تمام، محتاج ضيفي نقطة تانية. تمام كده. في تركاية تانية برضو، ان الغطا لما بيكون متغطي، يعني بتغطي الرز، بتطلع مية كده وبخار اللي هو بتاع الحلة. هتبدأي ترفعي الغطا والمية دي ايه تصفيها بعيد عن الرز، لانها يعني حتى لو نزلت على الرز انت متخيلة بتخليه يعجن معاكي. فتصفي الغطا زي ما انا بقولك كده. الغطا بتاعي صفيت من عليه المية وسبته كده يهدى، وهبدأ اغطي الرز ياخد حاجة بسيطة كده، ويعني مفيش نص دقيقة، دقيقة كده وتفصلي. الوقت اللي خده الرز كله حوالي يعني ايه 10 دقايق 12 دقيقة، على حسب النار عندك ما تكون يعني عالية او واطية. هي دايما بتبقى ايه كده، بتبقى النار هادية جدا كده. هدي النار دايما، اي رز بمجرد ما بيغلي تبدأي تهدي النار عليه، هيطلع معاكي رز كده ايه ما شاء الله، واحدة واحدة. حلو الكلام، حلو الكلام. ويطلع معاكي كده الرز زي ما انت شايفاه، يعني ما شاء الله بيبقى جميل جدا. وبكده بقى نكون قدمت لك كل اسرار الرز البسمتي الاصفر اللي بتكليف المطاعم. اعمليه في بيتك ووفري. ولو عجبك الفيديو ما تنسنيش في لايك وشير، وعامله لك كمان الكبسه عندي على القناه، ادخلي شوفيها وان شاء الله هحط لك اللينك بتاعها. عامله لحمه مشويه، كل حاجه، الكفته المشويه، كل حاجه عندك. جربيها ويا رب الفيديو ست الكل يعجبك. لو وصلتي معايا لغايه هنا ما تنسنيش في اللايك، واشوفكم فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم.